70 مليون زوج من الأحذية يستهلكها الجزائريون سنوياً بقيمة مالية تقدر ب100 مليار دينار. 90% من هذه الكمية مستوردة من الصين، تركيا وإسبانيا، أي ما يعادل قرابة $1 مليار، حسب ما كشفه الناشطون في المجال، الذين دعوا إلى ضرورة تقديم تكوين متواصل للحرفيين والمهنيين من أجل تطوير هذه الصناعة في الجزائر وتقليص نزيف العملة الصعبة. أن الجزائريين يستهلكون بين 60 مليون حتى 70 مليون زوج تاع أحذية في السنة، بقيمة مالية تزيد عن 100 مليار دينار جزائري طبعا في السنة. 90% أو أكثر من 90% هي مستوردة. الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين دعت إلى ضرورة تشكيل 4 أو 5 أقطاب لصناعة الأحذية في الجزائر من أجل توفير اليد العاملة المؤهلة، لا سيما وأن هذا القطاع بإمكانه توفير ما لا يقل عن 300,000 منصب عمل جديد. مناصب شغل. ممكن الاقتراح الأول هو ضرورة تخصيص مناطق صناعية 3 أو 4، خاصة في الولايات اللي عندها تاريخ عريق في صناعة الأحذية. هذه الحرفة حرفة تجارة الأحذية وصناعة الأحذية. والهدف الثاني تقديم تسهيلات لمهني قطاع الأحذية، وخاصة فيما يتعلق بتوفير المادة الأولية وإعطاء الأولوية للإنتاج الوطني بهدف ترقية هذا النوع الهام من الصناعة الحرفية، مع ضرورة التنسيق مع قطاع التكوين المهني من أجل فتح فروع للتكوين في المراكز والمعاهد المتخصصة، بات أمرا ملحا لتخفيف من حجم الاستيراد.